حماس بين أزمة شبهات الفساد المالي وبين التورط مع حزب الله والحوثيين. ينقل قادة في حماس عن العاملين في مكاتب الحركة في اليمن أن ممثل الجناح العسكري لحماس في صنعاء إسماعيل عوض غادر مكاتب الحركة غاضبا وقال: الحركة وضعت ثقتها وأودعت أموالها في أيدي ثعالب. وعندما غادر مكتبه غاضبا كان إسماعيل عوض يطالب قيادة حماس بتقليم أظافر المتلاعبين بموارد الحركة والشعب وفق ما نقل عنه. أساس الحكاية كان في قرار لخالد مشعل بتشكيل لجنة تحقيق لاحتواء أزمة في الحركة عموما وفي كل من لبنان واليمن خصوصا. فقد أمرت قيادة حماس بتقليص النفقات بما فيها رواتب أعضاء الحركة في اليمن إلى النصف والبحث في الإجراء ذاته في لبنان. وعندما طال الإجراء قادة الصف الأول العسكريين في موقع عسكري حساس تستخدمه الحركة لنشاطاتها في البحر الأحمر، اعتبر إسماعيل عوض أن الأجدى للحركة ضبط الهدر والفساد عوضا عن تقليص النفقات، بيد أن أجنحة أخرى في حماس أشارت إلى أن تقليص النفقات في اليمن جاء للحد من دور جهاز حماس في اليمن الذي ذهب إلى التعاون مع الحوثيين مقابل الدعم المالي الإيراني، على عكس ما تريد قيادة حماس هذه الأيام. وبينما كانت حماس تحاول السيطرة على هذه التحديات، تتفجر مشكلة جديدة حرجة في لبنان. فقد كشفت مجموعة لبنانية تعمل لصالح حماس وتستخدم النظام البنكي اللبناني للاتجار مع كوريا الشمالية لإعادة تعزيز قدرات حماس في الاتصالات. وعلمت الحدث أن المهمة تتركز في منطقة برلياس في لبنان، حيث يعمل لبنانيون في تجارة أجهزة الاتصال مع كوريا الشمالية وبدعم من حزب الله وتمويل من إيران. مؤسسات حكومية لبنانية تخشى أن يتعرض لبنان ومؤسسات مصرفية فيه إلى مساءلة دولية بسبب استخدام حماس البلد كغطاء لتعاملات مالية مع بلدان مثل إيران وكوريا الشمالية الخاضعتين لعقوبات مالية دولية. ومع كل هذه الملفات المتفجرة، تحاول قيادة الحركة وعلى رأسها خالد مشعل إعادة السيطرة على أنشطة فروع الحركة في بلدان كلبنان واليمن كي لا تؤثر سلبا على فتح صفحة جديدة مع البلدان العربية. عمر حرقوس، الحدث.